مساء الخير، معاكم دكتور ندى عسكر من ديرما ألين كلينيك فرع المنصورة. النهارده هنتكلم عن موضوع التقرن الشعري كيراتوزيس بايلاريس أو المتعارف عليه باسم جلد الوز. أول حاجة عاوزين نعرف يعني إيه جلد وز. الجلد الوز عبارة عن تراكم مادة الكيراتين وخلايا الجلد الميتة على سطح الجلد. أهم بقى سؤال، ازاي نعالج جلد الوز؟ اول حاجه ليزر هير ريموفال او ليزر ازاله الشعر، وده بيعتبر اكتر حاجه افكتيف في علاج جلد الوز لانه بيشتغل على بصيلات الشعر داخل الجلد المتقرن، بيضعفها وبيعمل على تسطيح الجلد، وبالتالي بنقدر نحصل منه على نتيجه كويسه جدا، وخاصه في اول جلستين 3 والنتيجه بتكون مرضيه بنسبه تتعدى 70 او 80%. تاني حاجه ترطيب الجسم باستخدام اللوشن المرطب المناسب لنوع بشرتنا واللي بيحتوي على ماده اليوريا. تالت حاجه تقشير، سواء باستخدام الكريمات المؤشره اللي بتحتوي على التلاسيليك اسيد او اللاكتيك اسيد او الالفا هيدروكسي، او باستخدام جلسات التقشير، واللي طبعا لازم تكون تحت اشراف الطبيب. لو حابين تعرفوا اكتر عن مجال الجلديه والتجميل والليزر، تابعوا صفحات ديرما ألين على السوشيال ميديا.